بمطار المنامة العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب الجلالة الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والسيد ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وسفير صاحب الجلالة بمملكة البحرين السيد أحمد رشيد خطابي، وأعضاء السفارة المغربية بالمنامة، وشخصيات مدنية وعسكرية. بعد ذلك استعرض عاهل البلدين تشكيلة من حرس الشرف التي أدت التحية. جولة ملكية ميمونة لعدد من دول الخليج العربي من بينها مملكة البحرين تأتي لبناء صرح شراكة استراتيجية نموذجية ومتعددة الأبعاد بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل الرؤية المشتركة والسياسة المتوازنة والحكيمة التي ينهجها جلالة الملك وأشقاؤه قادة هذه الدول. تواجد العاهل الكريم اليوم بالبحرين مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبلورة مواقف موحدة بشأنها. وقد خصص أفراد الجالية المغربية المقيمة بمملكة البحرين والمواطنين البحرينيين استقبالا حارا ومتميزا لجلالة الملك يعكس مدى الحب والتقدير الذي يكنونه لجلالته، كما يبرهن على متانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.